عارف الإحساس ده لما يبقى فيه شخص في حياتك حاضر معاك طول الوقت، بيكلمك، بيسأل عليك، يشاركك تفاصيل يومه، يخليك تحس إن العلاقة دي مليانة اهتمام وصدق، وتبدأ تقول لنفسك خلاص لقيت حد بجد أقدر أعتمد عليه. وفجأة كل حاجة تتغير، الرسايل تقف، المكالمات تختفي، وتبص على موبايلك مستني رد مش بيجي. يوم يعدي ورا يوم وانت مش لاقي أي تفسير. تحاول تلوم نفسك، يمكن قلت كلمة ضايقته، يمكن زهق، يمكن لقى حد تاني، وتبدأ تدخل في دوامة من التفكير والقلق. وبعد ما تبتدي تتأقلم مع الغياب، فجأة تلاقيه راجع كأن حاجة ما حصلتش، يظهر برسالة عادية جدا ويتكلم طبيعي جدا، وكأنه مفيش أيام عدت كنت انت فيها تايه ومستني ومش فاهم حاجة. وهنا هيجي السؤال، ليه في ناس بتعمل كده؟ ليه يختفوا فجأة وبعدين يرجعوا وكأن مفيش حاجة حصلت؟ الحقيقة إن في أكتر من احتمال. ممكن يكون الشخص مش بيعرف يواجه، لما يحس إن العلاقة دي فيها ضغط عليه أو مسؤولية أكبر من اللي يقدر عليها، يهرب وياخد مساحة، ولما يحس بالفراغ أو بالوحدة يفتكر وجودك فيرجع. ممكن يكون ساب وهو فاكر إنه هيلاقي حاجة أحسن، يجرب حياة تانية أو يشوف شخص مختلف، لكن لما يكتشف إن اللي بيدور عليه مش موجود، يبدأ يفتكر قيمتك ويرجع تاني. وفي نوع تاني أخطر، اللي يحب يحس إنه يقدر يدخل ويخرج من حياتك في أي وقت، يختفي فجأة عشان يسيبك محتار، تفكر فيه، تستناه، وبعدين يرجع مش عشان عايزك، لكن عشان يثبت لنفسه إنه لسه مهم وإن ليه مكان في حياتك. وده نوع من التلاعب النفسي مؤذي جدا، لأنه يخليك أنت اللي متعلق بيه أكتر. والمشكلة مش بس في اختفائه ورجوعه، المشكلة الحقيقية في الأثر اللي بيسيبه فيك. الغياب المفاجئ بيخليك تشك في نفسك، هو أنا مش كفاية؟ هو أنا السبب؟ وساعتها الثقة اللي بنيتها في نفسك تبدأ تهتز. بس لازم تفتكر حاجة مهمة جدا، المشكلة مش فيك، المشكلة في اللي اختار يهرب بدل ما يواجه، في اللي ما قدرش يكون صريح وقال أنا مش عايز أكمل. الرجوع بعد الاختفاء مش دليل حب، ساعات بيكون مجرد خوف أو احتياج مؤقت، وأوقات بيكون لعبة عشان يطمن إنه لسه يقدر يدخل حياتك وقت ما يحب. وهنا لازم تقف وتسأل نفسك، هل الشخص اللي غاب من غير ما يديك تفسير يستاهل يرجع تاني ياخد نفس المساحة اللي كان واخدها؟ ولا وجوده هيبقى مجرد جرح بيتكرر كل مرة؟ ودلوقتي عايز أسمع منك أنت، لو الشخص ده رجع لك بعد فترة اختفاء، هتديله فرصة تانية ولا هتقفل الباب وتعتبر إن القصة خلصت؟ اكتب لي رأيك في الكومنتس، مستني شوف إجابتك. وما تنساش تعمل لايك وفولو وشير ومنشن لحد محتاج يسمع القصة دي دلوقتي.